السلام عليكم احبابي الكرام، رمضان كريم. يا رب تكونوا بخير. قلنا نمشي مع الترند بقى بتاع التجمع السادس، بس انا قلت اجي اعمل فيديو خاص كده. يعني التجمع السادس ولا التجمع الخامس، ايهما افضل من وجهة نظري؟ يعني انتوا عارفين انا عامل كذا فيديو: العاصمه الاداريه ولا التجمع الخامس، وعامل المستقبل سيتي ولا التجمع الخامس ولا العاصمه، عامل حاجات مقارنات ما بين مناطق وبعضها. فقلت بقى ايه كلمه التجمع السادس؟ اليومين اللي فاتوا ناس كتير بتتكلم عنها وبيفهموا عنها وبيشرحوا فيها، وخصوصا شركات البروكرز، عشان خاطر في شركات دخلت فيها بتعمل كومباوندات، بالتالي هم بيسوقوا لها وكده، وبالتالي سمعنا التردد الكتير بتاع كلمة التجمع السادس. طيب، فقلت اعمل مقارنة كده ما بين التجمع الخامس والتجمع السادس. مبدئيا ايه هو التجمع الخامس؟ التجمع الخامس هو في الاساس مش القاهرة الجديدة، بس الناس بتتعامل معاها على انه كلمة القاهرة الجديدة. مدينة القاهرة الجديدة كلها، كل الناس لما بتقول انا رايح التجمع الخامس، اللي بيجوا من بحري واللي بيجوا من الدلتا واللي بيجوا من الجنوب، انا رايح التجمع الخامس، ما بيقولوش انا رايح القاهره الجديده. اذا بقت مشهوره ان التجمع الخامس هي المنطقه الكليه الخاصه بالقاهره الجديده. لكنها تتضمن بقى القاهره الجديده مناطق كتير جدا، من ضمنها او جزء منها التجمع الخامس اداريا. هو جهاز القاهره الجديده مقسم الى 3 تجمعات: التجمع الاول، التجمع الثالث، التجمع الخامس. التجمع الخامس إداريًا بيبقى عبارة عن الأحياء ال5، بيبقى عبارة عن منطقة الشويفات، بيبقى عبارة عن المنطقة الخاصة بشريط التسعين الجنوبي لحد منطقة اللوتس وسودك والكلام دوت، واللوتس الشمالية، وممكن تخش كمان معاها منطقة بيت الوطن اللي هي الأحياء التمانية. طبعا النرجس فيلات اللي هي ماشية على التسعين الجنوبي. التجمع الخامس مساحيا أو حجما أكبر كتير جدا حتى إداريا من التجمع السادس، لأن ده جزء منها بس هو منطقة بيت الوطن أو جولدن سكوير الخاصة بالأحياء الثمانية والمنطقة التكميلية والنور ساوث، وحواليها الكومباوندات، لهذا سميت بالجولدن سكوير، اللي هي الكومباوندات الخاصة بإيه بقى؟ بالم هيلز، ماونتن فيو، المراسم، وهكذا وهكذا. المنطقة اللي هي خاصة بشارع النادي، حتى النادي الأهلي ونادي الشرطة والمنطقة ديت، الجزء دوت. وفي هناك برضه صودك، وفي كذا حاجة جدا في الشريط اللي هو بتاع محور بن زايد الجنوبي. كل ده منطقة الجولدن سكوير. طيب، التجمع الخامس هو أقوى وأشمل وأكبر وقائم بالفعل، وبدأ يشتغل، سواء كانت الحاجات السيبريت والشركات اللي شغالة فيه من فترة ومن زمان، أو سواء كان الكومباوندات اللي ليها أسماء وقوية ومشهورة. التجمع السادس هو كان مثلث الأمل في الأساس، ويعتبر نهاية التسعين الجنوبي، على الفاصل ما بين نهاية التسعين الجنوبي، وإن كان التسعين الجنوبي عملوه امتداد بنفق من تحت عشان يخش على التجمع السادس. يعني الدائري الأوسطي هو الذي يفصل ما بين التجمع السادس والقاهرة الجديدة، بس التجمع السادس بقى من ضمن القاهرة الجديدة. الدائري الأوسطي هو الذي يفصل ما بين التجمع السادس والجزء الخاص بالتسعين الجنوبي، اللي هي المنطقة بتاعة الجامعات والمعاهد، ودي إداريا بالمناسبة تبع التجمع الثالث، اللي هي منطقة الأندلس، إداريا تبع التجمع الثالث. طيب، في الحالة ديت لما نيجي نعمل المقارنة هنقول إن التجمع السادس مساحة وحجما أصغر من التجمع الخامس. طبعا التجمع السادس لسه منطقة جديدة، ولسه منطقة بنشوف إيه اللي هيتعمل فيها. هو أكبر اسم أو أكبر حاجة موجود فيها هي أورا، وده كومباوند تبع نجيب سويرس، وبدأ فيه تشغيل بالفعل وبنى فيه حاجات. والقذار دول يعتبر اللي هو الشريط اللي ما بينه وما بين البنت الأوكتاجون، اللي هو الخاص بمنطقة القوات المسلحة اللي موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة اللي خاصة بيهم. في شريط فاصل كده القذار واخداه. التجمع السادس مساحته مش كبيرة، لكن موجود فيه كومباوندات، وموجود فيه أراضي هتنزل على النيل الخارج، هتبقى أراضي سيبريت زي منطقة بيت الوطن. أنا بشبهها بالجولدن سكوير زمان أول ما بدأت، فهي جزء زي الجولدن سكوير حواليها كومباوندات وفي مناطق بيت الوطن فيها، وبالتالي هي مستقبلا هي أبعد شوية، لكنها مستقبلا مع الوقت جاية. فلو جينا نعمل مقارنة، المقارنة هتبقى ظالمة الحقيقة، لأن التجمع الخامس هو اللي هيكسب بكل المقاييس على أرض الواقع دلوقتي. التجمع السادس هو اللي بيفكر لقدام لبعدين،
للي عايز حاجة في المستقبل قدام، وإن كان نازل بأسعار، في حاجات فيها أسعار تنافسية وفي حاجات فيها أسعار عالية جدا. إذا وأنت بتقرر هتشتري فين، أنا رأيي بصراحة خد في الحتة اللي أنت صبرت اوريدي عليها واللي بدأت الحياة هتكون موجود فيها. لو أنت بتتكلم في إن أنت ممكن تسكن خلال ال3 سنين القادمين أو ال4 سنين حد أقصى، وهي الحاجات السيبريت منطقة بيت الوطن. طيب لو أنت بتخش عايز تشتري جوه كومباوند، ممكن تكون الكومباوندات جوه القاهرة الجديدة أو التجمع الخامس القائم بالفعل أسعار الأمطار فيها زادت قوي، خصوصا لأن الدنيا بدأت يبقى فيها حياة عن التجمع السادس. فلو أنت من اللي بيفضلوا جوه كومباوند تحت أي ظرف، وهو أنا مش هشتري إلا جوه كومباوند، أعتقد إن ممكن يبقى التجمع السادس فيه بعض فرص قدام ليك، لكن ده محتاجة منك صبر وتبقى مدرك اللي أنت هتصبر شوية حلوين. انما لو انت من اللي بيفضل ياخد في السيبريت، لا، على طول روح بقى ناحيه مناطق بيت الوطن اللي انا اتكلمت عنها كتير، وهي البيت الوطن اللي هو الاحياء الثمانيه والتكميلي واللي هي منطقه الجولدن سكوير والنورث هاوس ديت، او شمال الرحاب او اللوتس الطرح الجديد القطاع الرابع، او منطقه النرجس الجديده المرحله السادسه ان كان متبقي، او المرحله الثامنه وبشوفها اختيار اخير علشان خاطر لسه ما اتسلمتش لحد دلوقتي ولسه ما انتهوش من تنفيذها. كده ملخص سريع عن المقارنة السريعة اللي أنا عملتها ما بين التجمع الخامس والتجمع السادس، أرجو إنها تكون فادتكم. وعايزين نتكلم مع بعض بقى كده، اتكلموا معايا وعرفوني. إن شاء الله أنا هنزل في أرض الواقع، بس ممكن يكون عشان في رمضان النزول والحركة والكلام دوت بيبقى صعب، فاعذروني لو ما نزلتش أرض الواقع وصورت جوه المكتب، لكن قدر المستطاع احنا بنكمل سوا. أرجو إن أنا أكون فدتكم في الفيديو دوت، وإحنا دايما مستمرين، ودايما بقول لكم لا تنسوا الدعاء على أخي عبد الله بالرحمة والمغفرة. دمتم بخير. معكم أخوكم محمد المهدي. وزي ما بقول لكم دايما، اللي محتاج أي مراجعة لأي أوراق قانونية أو عقود أو تفاصيل أو استفسار سواء معايا بنفسي أو من خلال الواتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.